السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم الباشمهندس محمود عابد من أكاديمية تيك هيروز. إن شاء الله ده سادس فيديو من فيديوهات شرح كورس تعلم البرمجة للأطفال المبتدئين باستخدام برنامج السكراتش. من خلال الكورس هنتعلم مع بعض المفاهيم البرمجة المختلفة عن طريق عمل بعض الألعاب والقصص التفاعلية. ومتنسوش تعملوا لايك لينا على فيديوهاتنا في القناة وعمل سبسكرايب وتفعيل الجرس للوصول ليكم كل هو جديد. متابعة صفحتنا على الفيسبوك والانستجرام لمعرفة ما هو جديد من الكورسات المقدمة. يلا بينا نخش على اللعبة بتاعتنا. اللعبة بتاعتنا النهاردة هي لعبة البينج بونج، بس بمضرب واحد. طيب ببساطة كده فكرتها اللي أنا عامل العصاية ديت تعتبر زي المضرب بتاعي، أنا اللي صاحب اللعبة فأقدر أختار أي حاجة. طيب كل ما بتلمس العصاية اللي بيحصل السكور اللي فوق بيزيد. طيب تاني حاجة اللي بيحصل لو لمست هنا الخط الأحمر لقد خسرت. بتبدأ تقول قد خسرت، وفي نفس الوقت الخلفية بتتغير. طب أول ما أدوس هنا ترجع تاني من زيرو وابتدي أكمل اللعبة عادي. طيب لق- نعمل ملف جديد ونبدأ نختار الأشكال اللي احنا محتاجينها. أول حاجة اللي أنا ممكن نختار بيروم ماشي مثلا هي تبقى المضرب بتاعنا، أو ممكن نختار بدل مضربين. طيب تاني حاجة محتاجينها عندنا الكورة، وتالت حاجة الخط الأحمر. كل دول عبارة عن ايه؟ سبرايت. ونبدأ نظبط كل واحد في مكانه ونختار الخلفية اللي تعجبنا. مثلا دي، بس البدل عليها مش باين أوي عشان نفس اللون، فممكن نروح نغير اللون بتاعه. نختار هنا بنفسجي مثلا، واللون اللي جوه هو اللي يكون لون أحمر مثلا. احنا هنبتدي دلوقتي في الكود بتاع البدل. أول حاجة أنا محتاجه في ايه في البدل ده، أو المضرب اللي عندي اللي هو يروح يمين وشمال على حسب الماوس. طيب يعني ايه؟ يعني لو جينا اخترنا كده الخلفية بتاعتنا بتاعت اكس وواي، لو بصينا كده انا محتاجه يتحرك على محور اكس ولا واي؟ لا، محور اكس. ليه؟ قال لو انا واقف هنا مثلا فايه اللي يحصل؟ المفروض وانا واقف بالماوس هنا فالقيمه هنا 100، خلاص المفروض الطبيعي الهواء هتتشال وتحط 100 هنا. انا عايز على المضرب، فتعالى نعملها على المضرب. طيب انا وقفت هنا يبقى الاكس بتاعتي سالب 100، فالطبيعي اللي هيروح هنا ويعمل سالب 100. يبقى انا عاوز ايه اللي يحصل على طول حسب الماوس ما بيروح في حته ديت القيمة اللي بتاعت الماوس. يعني وقفت هنا يبقى هو الماوس واخد قيمة كام؟ 100. يبقى هنا تتحول وتاخد قيمة كام؟ 100. طيب هل أنا كل مرة بقى هروح أغيرها بإيدي؟ لأ، أنا عاوز هو اللي يعملها كده. طيب لو جينا نستخدم إيه لما أدوس على وين جرين فلاج كليكت. طيب بعد كده عاوز أقول له حط لي قيمة إكس بقيمة الماوس. طب أجيبها إزاي؟ أهي. طب أنا هنا ده اللي أنا كنت باجي أغيره بإيده هنا كده. لو أنا جيت سالب 100 مثلا فالاقيه بيحط. طب لو دوست عليها تاني هيبقى بسالب 100. طب ليه ما استخدمش تشينج؟ علشان التشينج بتغير في القيمه اللي موجوده. يعني انا دلوقتي واقف على كام؟ على سالب 100. طب انا قلت تشينج 10، فلو دوست هنا هتروح تزيد 10، يعني معنى كده هتبقى سالب 90. تزيد 10 تزيد 10. انما لا، ست يعني حط لي اوضاع القيمه دايما بكام؟ بسالب 100. فمهما دوست على الامر فهو دايما هيكون سالب 100. طيب لا، انا عاوزه دايما ماشي بحسب القيمه الموجوده في الماوس، فاخش على سينسنج والاقي حاجه اسمها ماوس اكس. طيب انا دلوقتي عاوز هو ليه اعمل كده؟ علشان ناحيه الماوس هنا. طب انا عاوزها تبقى دايما شغاله طول ما اللعبه شغاله، يبقى دايما نفتكر عندنا حاجه اسمها ريبيت، يعني هتكررها لمده معينه 10 مرات مثلا. طيب وعندنا حاجه اسمها فور ايفر، يعني هتكررها على طول، فنستخدم فور ايفر. يبقى انا على طول في فور ايفر دايما هتتحرك معايا مع اتجاه الماوس. لو انا عاوزها تتحرك لفوق وتحت خلاص اجي هنا واقول set y، واعملها المره دي ماوس واي، تنزل وتطلع على نفس الخط بتاعي. طيب لو انا عاوزها تتحرك دايما معايا في اي مكان بقى في الشاشه خلاص، ساعتها ممكن استخدم حاجه اسمها
جو تو ماوس بوينتر، وادوس هنا كده، ودايما هتتحرك معايا في اي مكان في الشاشه بالظبط. طيب يبقى انا عرفت دلوقتي 3 حاجات. اول حاجه لو انا عايز اتحرك على محور اكس فبستخدم حاجه اسمها سيت اكس تو ماوس اكس. قلنا ليه ماوس اكس؟ علشان هتاخد القيمه اللي موجوده دلوقتي لو الماوس واقف هنا كده، فالماوس واخد عنوان زي الكوره مثلا هنا كده، واخده اكس وواي. طب انا عايز اخد احنا قيمه بتاعت اكس، خلاص يبقى انا هاخد ماوس اكس. طب انا دلوقتي عاوز اتحرك فوق وتحت، يبقى انا محتاج كره تتحرك فوق وتحت بس، فانا كده ابقى محتاج قيمه الواي اللي فيها، فساعتها هستخدم سيت واي ماوس واي. طيب عايز اتحرك في كل اتجاهات، فساعتها هنستخدم جو تو ماوس بوينتر. طيب نخش على النقطة التانية. كده أنا خلصت البدل، نخش بقى على الكورة. أول حاجة أنا محتاج الكورة تتحرك. طيب إن تتحرك يبقى أنا هاجي هنا وأقول وين جرين فلاج كليكد. طيب بعد كده هتتحرك يعني موف. طيب هي هتتحرك على طول؟ معنى كده اللي هي تتحط جوه فور ايفر طول ما اللعبة شغالة. بس أنا لو عملت كده هتيجي عند النهاية بتاعت أي ايدج وهتيجي تقف. طيب أنا عايزها تترد، فقلنا نستخدم ساعتها if on edge bounce. طيب أنا عاوزها تتحرك بميل شويه، يعني تخبط كده وتخبط كده وتخبط كده وتخبط كده. طيب يعني معنى كده اللي انا محتاجها هيكون الاتجاه بتاعها مش عمودي ناحيه اليمين، لا انا عايزها تبقى بميل شويه. فممكن اختار زاويه مثلا 44 45 ايا كان الزاويه اللي انا عاوزها بالظبط. انا مفضل تكون في المنتصف بالظبط. طب مين اللي بيتحكم في الحته ديت؟ عندي او بلوك اسمه بوينت ان دايركشن، واختار منه سواء من هنا من السقف او ممكن اجي اكتب هنا. فهي كده بتحرك كل الاربع الاتجاهات بتاعتي، مش بيتحرك في خط مستقيم. طيب كده احنا خلصنا الجزء بتاع التحرك. طيب تعال نخش بقى لو لمست البدل. لمست البدل هاجي اقول وين جرين فلاج كليد. بعد كده هقول لو لمست، لو اول ما تيجي قلنا في كلمة لو يبقى دايما بتيجي في بالنا كلمة اف. طيب ايه الشرط بتاعنا؟ لمست ايه؟ البدل، يبقى تاتشنج بدل. انا واقف على ايه؟ على الكورة، فالتاتشنج بدل. طيب لمست الكورة، ايه اللي يحصل لو لمست الكوره؟ هترجع تاني. يعني معنى كده خبطت هنا في الكوره في البادل، المفروض ايه اللي يحصل؟ ترجع تترد الناحيه التانيه. طب مين اللي مسؤول عن حاجه شبه كده؟ تيرن. طب هنا او هنا مش هتفرق، على حسب انا عاوزها تلف ازاي. معنى انا دلوقتي جاي اهي في الاتجاه ده، عاوز تحصل ايه؟ تتعاكس الاتجاه دوت. طيب انا اصلا مثلا بصه نظبطها لفوق مثلا زيرو. طب عايزه تعب بص لتحت، قلنا الزاويه اللي تحت دي اسمها 180. طيب معنى كده 180، يبقى انا دلوقتي علشان اعكسها نفس الاتجاه بالظبط خليتها زودت عليها كام؟ 180 درجه. طب نفس الكلام هنا، لو هي كانت 90 هي بص ناحيه اليمين رايت، طب عايزه تتعكس على طول فقلنا نزود 280 فهتبقى 270 تتعكس الناحيه التانيه اللي هي سالب 90. طيب يبقى انا لو عاوز اعكس الاتجاه بزود 180. خلاص هاجي على ترن هنا ايا كان فيهم مش هتفرق واقول 180. طيب لو جيت شغلت كده مش هلاقي حاجه بتحصل. ليه؟ هل ده بيحصل اول ما بتلمس البادل ده، او بيلمس الكوره بتلمس البادل اول ما اللعبه بتشتغل؟ لا، خلاص فالشرط عندي طفى، بس ده اللي شغال. يبقى معنى كده هي محتاجه تتحط جوه فور ايفر. يبقى انا لو عملت كده وجيت شغلت الاقي ايه؟ بترجع ترد معايا في نفس المكان اللي هي جت منه بالظبط. ليه؟ هي اتعكس الاتجاه بتاعها. طيب بس انا حابب اوسع على نفسي علشان الدنيا ما تكونش ملخبطه، فخلاص ممكن اجي اعمل هنا فور ايفر تانية مع وين جرين فلاج على حسب انا عاوز الدنيا تمشي ازاي معايا. بس انا بحب ان انا تكون الدنيا بالنسبه لي واضحه علشان تكون سهله بالنسبه لي. طيب ايه تاني كمان انا عاوزه؟ هاجي اقول له انا عاوز لما تلمس البدل السكور يزيد. طب قلنا السكور ده عباره عن حاجه اسمها فاريبل. خلاص هاجي على فاريبل هنا واقول له سكور. وزي ما خدنا في الدرس الخامس اللي انا عندي فور اول سبرايتس وفور ذيس سبرايت اونلي، يعني ده هتكون لي السبرايت ده بس اللي بتاع الكوره بس. طيب لو انا جيت على البدل مش هقدر اشوف الايه السكور اللي لسه عامله. تمام احنا مسحناه، نعمله تاني مفيش مشكله. نعمل البدل set x forever ونيجي هنا على sensing وناخد ماوس x وكده يبقى خلصناه. طيب هنيجي هنا وندوس على change
سكور. طيب معنى كده اللي هو كل ما يزيد، كل ما يلمس البدل، ايه اللي يحصل في السكور؟ هيبدأ يزيد. طيب ايه كمان عايزه يحصل؟ عاوز لما ادوس ستارت ما يبتديش من 3. ليه؟ احنا اتفقنا السكراتش دايما بيكمل على اخر حاجه واقف فيها. طب هو واقف على 5، لو عملت ستوب وشغلت تاني هلاقيه برضو بدأ من 5. طب لا انا عايز يبدأ من 0 خلاص، يبقى انا ساعتها هاجي اقول له ست ايه، سميته هنا ايه سكور، يبقى ست سكور بكام؟ بزيرو. يبقى هو كده هيبتدي من كام؟ من 0. طيب انا عاوز هيبتدي من 100، خلاص نيجي نغير ونقول له انا عاوز يبتدي من 100، يبقى هو كده هيبدأ من 100. طبعا عاوز كل ما يلمس ينقص، خلاص نعمل -1. يبقى احنا لازم نكون فاهمين ايه اللي احنا بنعمله، كل امر احنا نكون فاهمين ايه فكرته. نرجع هنا نخليها 1. طيب تعالوا نعمل الشرط التاني. ايه الشرط التاني؟ انا ممكن اروح على اللاين او نعملها في الباسكت. اللي هو ايه؟ انا لو وقفت في اللاين كده هقول ايه؟ اللاين لو خبط الكوره اللعبه هتقف، او الكوره خبطت اللاين فاللعبه هتقف. طيب انا هعملها في الكوره، يبقى هاجي هنا كده اقول لو الكوره تاتشنج مين؟ اللاين، ايه اللي يحصل؟ ستوب. فلو لمست المضرب هنلاقي ايه؟ الخط الاحمر اللاين هنلاقيها وقفت خلاص اللعبه. طب انا لو عايزها اما ترجع تشتغل ما ترجعش تشتغل من المكان دوت. ليه؟ السكراتش بيكمل اخر حاجه، فهو رجعت شغاله من نفس المكان اللي طلعت منه. لا انا عايزها تطلع كل مره من المنتصف. طيب ازاي نخليها تطلع من المنتصف؟ ببساطه كده وناخدها مراجعه. اللي احنا قلنا ايه؟ انا عاوزها تبتدي من هنا مثلا، خلاص يبقى هاخد المكان اللي عايز اثبته فيه، بعد كده اقول لها جو تو واحطها فين؟ تحت العلم الاخضر، هنا او هنا او هنا عادي. المهم اللي هي ما تكونش جوه فور ايفر. ليه؟ لو حطيتها جوه فور ايفر دايما هتبتدي ثابته في مكانها. ليه؟ انا بقول لها دايما روح العنوان دوت، فانا عاوزها تروح بس مجرد لما ادوس على العلم الاخضر، فكل مره تبتدي من المكان دوت. طب ليه هي بس تطلع لفوق كده؟ علشان انا قايل لها بوينت ان دايركشن كام؟ 45، فالاتجاه بتاعها اول ما ابتدي 45 من هنا، فبص دايما لفوق. علشان كده لما كانت لامسه الخط الاحمر قبل بدون ما احط جو تو، فاول ما ادوس هنا بتطلع لفين؟ لفوق. ليه؟ علشان هي باصه ل 45. طيب انا مش عاوز تكون الردة بتاعتي موجودة نفس الناحية، يعني هي بتيجي كده هترد لنفس الناحية التانية، يعني ايه ترد؟ تعكس الاتجاه بتاعها. طب انا عاوزها تبقى مايلة شوية، ممكن اجي اقول لها 135 مثلا، ما اقولهاش بقى 180، فهي كل مرة هتتعكس سنة صغيرة. ممكن اقول لها 120، فعلى حسب الدرجة اللي انا هديها لها هي هتميل ايه؟ الزاوية بتاعتها. طيب انا دلوقتي محتاج حاجة بسيطة بقى، محتاج ان انا اعمل شكل جمالي اكتر. ايه هو؟ اول حاجه احنا اتفقنا ان احنا عندنا الخلفيه الاولى. طب نعرف الخلفيات منين؟ بدوس هنا باك دروب لحد ما يجي على الستيج ازرق كده، وارجع اروح على باك دروب هنا، وبعد كده امسح اول واحده اللي هي البيضه لو انا مش عاوزها، ودي الخلفيه اللي انا عاوزها. طب دي انا عاوزها؟ لا. طيب تعالى نعمل خلفيه تانية، بلو سكاي 2 مثلا، واجي هنا وادوس بقى اللي انا عاوز اعمل تكست، خسرت لقط لوزر بس، يو ار لوزر، واجي هنا واحطها في المنتصف على حسب ما انا عاوز مكانها، وعلى حسب اللون طبعا اللي انا عاوزه برضه. طيب نخلوها جرين ولا البلو كان باين شوية. يبقى انا عاوز في اللعب العادي دي الصورة اللي موجودة عندي، وهنا دي الصورة اللي موجودة عندي. طيب ازاي نعمل بقى الموضوع ده؟ ببساطة كده، وتعالوا نرجع نغير اللون بس ديت. هاجي اقول له ايه؟ انا عاوز ابدل الخلفية الاولى. طيب خلاص ازاي ابدل؟ هاجي هنا اقول له اول ما تكون اللعبة اول ما تشتغل انا عاوزك تجيب اهنى خلفية، الخلفية الموجودة. طب الخلفية عندنا اسمها باك دروب، فاجي هنا سويتش باك دروب، واجي اقول له بلو سكاي، فانا اضمن دايما هيجيب مين؟ الخلفيه ديت. طب انا خسرت، طب عاوز يجيب احنا خلفيه لما اخسر يجيب الخلفيه التانية، فاقول له سويتش باك دروب لمين؟ لبلو سكاي 2، فاول ما اخسر هيجيب يو ار بلوز. طب اول ما اشغل يرجع تاني على اللعبه بتاعتي. طيب ده اول جزء خلصناه. طيب انا عاوز يقول لقد خسرت. طيب عندي كذا طريقه. اول طريقه اللي انا ممكن اسجلها بصوت ازاي؟ هاجي هنا واقول له بلاي ساوند، حطها هنا او هنا مش هتفرق، وهنا واعمل ريكورد ونسجل من هنا، وبعد كده نعمل سيف. او الطريقه التانية بتاعتنا
اللي انا بقى هناخدوها جديده، اللي انا هخليه اكتب له الكلمه اللي انا عاوز ينطقها، هو اللي ينطق يتكلم. يعني هحول التكست الكلام لايه، يعني النص اللي انا بكتبه مثلا، يعني انا كتبت هنا هلو، عاوز هلو دي ينطقها ازاي بقى؟ ببساطه كده، عندي حاجه في الجنب هنا، لو دوست هنا على حاجه اسمها اكستنشن، واخش تحت هنا في حاجه اسمها تكست تو سبيش، يعني هيحول التكست اللي عندي ده لكلام. طب ازاي؟ يعني لو استخدمت الامر ده Hello. هلو، Hello. طيب نغيره مثلا ويلكم، فلاقيه يقول Welcome. ويلكم. طب انا Welcome. دلوقتي عايزه يتكلم بالعربي، اهلا بك. أهلا بك. بيقولها مش دي أهلا الطريقه بك. بتاعتنا اللي احنا بنتكلم بيها عربي، لا انا عايزها باللغه العربيه. خلاص عندي امر اسمه set language to، واختار الارابيك بتاعي، وبعد كده هيجي لي أهلا بك. اهلا بك. طيب عندي ايه؟ الصوت نفسه، انا عاوز الصوت بتاعي يكون اهله واحد، فعندي كذا صوت. أهلا طيب بك. ممكن ده، أهلا بك. مفيش اختلاف قوي. أهلا بك. طب تعالى أهلا بك. نشوف ده كده، أهلا بك. بس احنا لازم نشغل ده الاول عشان مياو مياو. صوت القط، احنا كنا مش بننسى. أهلا بك. طيب فانا هاجي هنا احط دي، واقول له ان انا عاوز كل ما ادوس هنا يحول لي اللغه العربي بتاعتي. طب انا صوت عندي اي صوت انا عايز اختاره، برضو نفس الكلام. دي ليه حطيتها بره؟ علشان مجرد هي تتنفذ مره واحده تكفي. انا اصلا ممكن وهي من بره كده اروح ادوس عليها واقول لها كده انجليش، فلما يجي يتكلم أهلا بك. هيتكلم بالانجليش، اقوم فممكن اغيرها هنا وادوس هنا. بس انا بقول إيه؟ انا محتاجها بحيث لو حد غيرها من بره، لو انا جيت غيرتها هنا خليتها انجليش، فانا لو جيت شغلت دلوقتي ودوست هنا أهلا بك. هيتكلم بالعربي. ليه؟ علشان انا كنت مغيرها هنا بالعربي. طيب فانا عاوز يقول لقد خسرت، خلاص هكتب لقد خسرت. ممكن نجرب مرة أخرى. لقد خسرت. طيب جرب مرة أخرى. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هو عبال ما يروح لستوب، احنا اتفقنا ان البرمجة عبارة عن مجموعة من الأوامر يتم تنفيذها خطوة بخطوة. طب ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي لو انا مسك خط راح، ايه اللي يحصل؟ يروح للخلفية اللي اسمها يو ار لوزر، طيب اللي هي اسمها بلو سكاي 2. بعد كده هينطق لقد خسرت جرب مرة أخرى. بعد ما يخلصها هيعمل ستوب للعبة، فعلشان كده بياخد وقت شوية اللي هو يعمل الموضوع ده. فدي الفكرة بتاعتنا. طيب فعبال ما بياخد وقت فبتفضل اللعبة ايه؟ شغالة. الجزء ده كده كده شغال، فده اللي بيفضل شغال عندي. طيب ممكن ناخده نحطه هنا. لقد خسرت. طيب ايه جرب الفرق مرة اللي انا لما عملت هنا أخرى. ما كملتش شغل؟ ببساطة كده انا ماشي هنا بالترتيب برضو، نرجع لنفس الفكرة. انا دلوقتي قلت ايه؟ موف، ولو خبط في الحيطة اللي اف اون ايدج باونس يرتد تاني. طيب لو خبط في اللاين ده شرط، طالما الشرط اتحقق خلاص هو دلوقتي مش بيحقق الجزء ده، الاتنين دول مش بيتحققوا، كانوا مش متحققين، ده اللي بس اللي بيتحقق دلوقتي. فخلاص هو ماشي هنا. طب انا مش هحركها، فخلاص هي ثابته قدامي. فانا كنت ممكن اعمل كده لو انا مش عاوزها، اول ما اخبط في الخط لقد خسرت. تبقى ثابته. جرب مرة أخرى. فالبرمجه حلوه اللي احنا نكون فاهمينها، فنقدر ان احنا نتحكم باي فكره احنا محتاجين نعملها. وما تنسوش تدونا لايك على الفيديو، وتتابعونا وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان تتابعوا كل جديد ينزل. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.